زيدان إقبال رسميا في البصرة للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي والالتحاق بتدريبات المنتخب العراقي استعدادا لودية كوستاريكا والتي سيقودها المدرب كاساس المدرب الإسباني، و7 لاعبين جدد في معسكر المنتخب العراقي استعدادا لودية كوستاريكا في البصرة، من ضمنهم أحمد ياسين وضرغام إسماعيل بعد غياب طويل عن المنتخب العراقي. وقصة عودة أحمد ياسين إلى المنتخب العراقي الرائعة، والقيثارة الشرطة يحتفل بذكرى تأسيسه 90. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم وأهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطون لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم أخبار الكرة العراقية أول بأول. ويلا نستمتع بالمقطع. أول شيء أعتذر إن كانت جودة التصوير ضعيفة، لكن أنا حاليا ماني بالبيت وقام أصور بهاي الوضعية وما حبيت أنقطع عليكم لفترة طويلة، أو بالأحرى ما قدرت أنقطع عنكم لفترة طويلة. خلينا نبلش بالأخبار. اليوم الاثنين وصل الكابتن زيدان إقبال إلى العراق للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي استعدادا لودية كوستاريكا في البصرة، والتي سيقودها الإسباني خيسوس كاساس، واللي هي تعتبر أول مباراة للمدرب الجديد. وخلينا نشوف أول اختبار حقيقي للمدرب الإسباني. أما خبرنا الثاني واللي يتعلق بالمنتخب العراقي وودية كوستاريكا، حيث التحق 7 لاعبين جدد بالإضافة إلى اللاعبين اللي استدعاهم الكابتن راضي شنيشل إلى معسكر المنتخب العراقي استعدادا لودية كوستاريكا. واللاعبين هم مصطفى ناظم وحسين علي وشيركو كريم، حسين عمار وزيدان إقبال، وأخيرا أحمد ياسين وضرغام إسماعيل بعد غياب كبير عن المنتخب العراقي. عاد الكابتن أحمد ياسين وضرغام إسماعيل. طبعا قصة الكابتن أحمد ياسين بعودته إلى المنتخب العراقي، شاف المدرب الجديد خيسوس كاساس مقاطع فيديو لأحمد ياسين وهو يلعب، شاف له عدة لقطات وعجبه لعبه، واستغرب شلون ما تم استدعائه من قبل إلى المنتخب العراقي واستدعاه إلى المنتخب العراقي. واليوم أحمد ياسين ببعثة المنتخب يحضر لودية كوستاريكا. أما خبرنا الثالث واللي يخص القيثارة وجماهير القيثارة، في مثل هذا اليوم لكن من قبل 90 سنة تم تأسيس نادي الشرطة العريق القيثارة، والذي كثيرا ما أسعد الجماهير الخضراء ومحبيه وعشاقه. نتمنى لنادي القيثارة سنوات كثيرة حافلة بالإنجازات والتتويج والألقاب والصعود على منصات التتويج. مبروك لجماهير القيثارة وكل التوفيق للنادي واللاعبين والكادر الإداري والفني. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.